السلام عليكم. هذا المقطع يخرج من ذمتي لذمة كل من يراه، نوصله إلى أبينا والملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ونوصله إلى ولي العهد ولي العهد محمد بن سلمان أدام الله عزه، وإلى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، وإلى مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ. حنا في تاريخ 29 في سنة 37 بندخل في 38. انظروا ماذا يحدث في الثمامة يا أخوان. أقسم بالله الذي نفسي بيده إني أرى بين هذول الشباب بنات يبكون، طلعوا على نياتهم مع الشباب ولكن غدروا بهم، وأرى بينهم شباب يتشبهون بالنساء. هذه اللي حدث الآن بعد سحب الإصلاحيات من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن منكر. قسما بالذي لا إله إلا هو إنكم ترون بين هذول السيارات شيء لا يعلم فيه إلا الله سبحانه. حنا الآن في ساعة 3 الفجر، الثلث الأخير، الله نازل يقول هل من داعي يستجيب له. ولكن الآن كما ترون شباب، لا دوريات ولا مرور ولا هيئة الأمر بالمعروف ولا النهي عن منكر. أقسم بالله إني دخلت بين هذول الشباب تفطر قلبي. رأيت من البنات اللي يبكون، ورأيت من الرجال أو الشباب اللي متشبهين بالنساء. أين رجال الهيئة؟ لن نضع اللوم عليهم لأنهم سحبت صلاحيات منهم، ولكن هذه الرسالة: اللهم لا تظهر من ذمتي، اللهم لا تظهر من ذمتي، اللهم لا تظهر من ذمتي، لذمة كل من يراه ولا يرسله، وصلوه للمسؤولين. اليوم الخميس